اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيك يا حلال في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. دعواتكم ليا بالشفاء كده، انا فعلا والله محتاجه دعواتكم. تعبانه جدا. واخده الدور المعدي ده، بس تعبني يعني. ندعي لاخواننا كده في فلسطين وغزه. اللهم كن لهم عونا وبدل خوفهم امنا، يا الله احرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لاهل فلسطين وغزه الصمود والعزم والكرامه. اللهم اجعل لهم العزة والهيبة، وثبت أقدامهم وسدد رميهم، وارحم شهدائهم واشرف جراحهم، وانصرهم على أعدائهم يا رب. لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء. اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردا جميلا. اللهم انصر ضعفهم من فإنهم ليس لهم سواك يا الله. اللهم امين يا رب العالمين. تعالى بقى نعمل ايه؟ معلش بقى كنت انا صراحة في التعب ده قلت عايزة حاجة حلوة كده منها تنزل الضغط، بس مش مسكرها قوي. كنت عايزة اعمل رز بلبن، فبوسينا قالت لا اعملي مهلبية. المهم جبت كيلو اللبن، حطيت عليه 4 معالق دقيق، و3 معالق نشا، ونص كوباية سكر، وقلبت ده كله على البارد. زي ما انتوا شايفين اهوت، بقلب كله على البارد على السريع كده، بدوبه كله عشان طبعا انتوا عارفين ان النشا بتتكتل كده وبتنزل في الارضيه. ورفعته على النار بعد ما قلبته كده كويس قوي. رفعته على النار، بس برضو انا معلش في الاول اقول لكم معلش لو صوتي تعبان. معلش والله العظيم. انا يعني الحمد لله عشان اعرف اتكلم كده. والله شاربه كوبايه ينسون وكوبايه جنزبيل. اليانسون اللي شربتها دلوقتي غير اللي انا شربها وانا بشتغل. يعني اوريكم دلوقتي انا بشتغل وكان صوتي تعبان جدا عن كده، بس الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انا ما كنتش اعرف اصلا ينسون بيوطي الضغط. انا كده كده ضغطي عالي. فخدت حبايه جديده للضغط فنزلتهولي. فطبعا مع اليانسون انا شربت في اليوم ده 5، وطلت الضغط جدا. يعني بدل ما كان عالي 170 120 بقى كام؟ 90 60. فاللهم لك الحمد يا رب. المهم احنا خلينا كده نشوف احنا بنعمل طبعا على البوتاجاز كده على نار وسط، وقلب ما بسيبوش خالص لما يستوي. مش لما يستوي تسيبي ساعة ما يربط معاكي تطفي، لا عشان ريحة الدقيق ما تبقاش، عشان ما تقولش ريحة الدقيق معمر. لا اما تسويه معاكي دقيقتين 3 كمان كده بعد ما يربط كده وتقلبي جامد. تنتك معاك كده. عمر ما ريحة الدقيق تبان معاكي. المهم نقلب اقلب جامد. حتى مربط معايا برضو. وبقى تقيل كده، يعني قوامه ده حلو. اجيب حته زبده واحطها قبل ما اقفل، واجيب باكو فانيليا، احطهم قبل ما اقفل على طول. وكده كده الزبده هتسيح معايا مع السخونيه. لان هو كده كده بيغلي يعني. وسويته وعملته كويس عشان عشان ريحه الدقيق كده. حطيت الزبده، واحط كيس الفانيليا دلوقتي، وبتأسف لكم كم مرة عشان صوتي ده، لان فعلا والله يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، اللهم لك الحمد. احنا احسن من غيرنا الحمد لله. حطيت كيس الفانيليا اهوت. طبعا مجهزه حاجتي، مجهزه اطباقي، مجهزه حاجتي ومغسلاها ومصفيها ورايا على الرخامه. بس في الوقت ده عايزه اديله اعزز الطعم بتاعي والقوام. خدت شويه من ده وقمت تاني حطاهم، وحط عليهم معلقتين كريم شانتيه، وضربتهم كويس قوي في الخلاط. ونزلت بيهم على باقي الخليط بتاعنا. وطبعا حطيته كلته في اطباق بقى وكده وحطيته يبرد، وحطيته في التلاجة. عايزه تزينيه بقى براحتك باللي انت عايزاه. انا طبعا ولادي مبيحبوش اي مكسرات عليه، فسيبته زي ما هو. عايزه انت حطي فستق، حطي بندق بقى، حطي جوز الهند، زبيب، سوداني، اللي انت عايزاه. هما بيحبوه كده بس. فهو طبعا طبيعي هو مش سكره معقول. وهو اصلا كلته حليب ما شاء الله، معلوش لبن معلوش ميه. بقول له معلش. ما شاء الله. هو طلع حلو. تعالوا اسمعوا صوتي بقى في الشويه اللي انا في اول الفيديو ما عملته. بسم الله الرحمن الرحيم. جايبين حاجات من العطاره، منهم ينسون ب5 جنيه. ينسون يا نهار ابيض، قلب جميل قوي. عملت كوبايه ينسون عشان
انا صوتي كنت تعبانه جدا، وصوتي رايح خالص، اكيد بعيد، فمش عارفه اسجل. ان شاء الله اخلص تصوير وربنا يكرمني ويشفيني واسجل. سمعت صوتي انا كنت، وعلى فكره والصوت ده، ورجعت تعبت بعده تاني اكتر والله العظيم. ما كنتش بقدر اتكلم خالص ولا يعني الصوت بس ما كنتش بقدر اطلعه. المهم طلعت الحاجة اللي معايا دي ب5 جنيه توم، 5 جنيه بصل بودر وتوم بودر. ببقى احبه في الخلطة الحاجات اللي هي بتاعت الفراخ اما بعمل حاجة يعني تتبيلة الفراخ ولا حاجة. طبعا مفيش احسن من الفريش، بس ايه يعني لازم تكملة كده معانا لما كنا بتعملي تتبيلة ولا حاجة الفراخ مشويات كنتاكي كده، لازم الحاجات دي. دي ايه معايا بابريكا. يعني ال5 جنيه مع، طبعا احنا عارفين كلنا ال100 جنيه ما عادش لها لازمة اصلا. عفوا. وده ال5 جنيه اليانسون، بحبه اللي سايب كده، احب اشيله المعلب. وايه ب10 جنيه لبن بودر. ب10 جنيه لبن بودر، يعني شوية دول اصلا ب30 جنيه. 30 جنيه ايه، الأربعة وخمسة، 35 جنيه. الحمد لله الحمد لله. ده المهلبية بتاعتنا طعمها جميل جدا جميل جدا جدا والله العظيم. كفاية انها كل حاجة بخير. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وادعوا الاخوان.